يا شروق تعبتيني يا عايزه ايه شروق. يا دكتور؟ انت اللي زهقتيني، مش كفايه بتتريقي عليا؟ يا شروق ما انت عايزه تنزلي 29 كيلو في 29 يوم. النفخه اللي في جسمي بالبرودرين كده بعد الزيتون. بعد الزيتونه ها؟ يا بنتي هيجيلك ديس اوردر دي ايتنج. ايه ده؟ المفروض تبقي بتاخدي الاكل بانتويتيف ايتنج، هيجيلك ديس اوردر دي التغذيه الحدسيه. ليل ونهار عمالين يتكلموا في التغذيه الحدسيه، يعني لازم تاكلي وانت مستمتعه، تاكلي عشان تاخدي احتياجاتك، تبقي واثقه كده من نفسك مهما. ايوه طيب، ما هي دي الطريقه الفطريه الطبيعيه للاكل، مش تاكلي بطريقه معينه علشان توصلي لرقم معين في وقت معين. ده اللي هيدخلك في اضطرابات طعام، ويخليكي دايما عندك انكزايتي او قلق مستمر، ويخليكي دايما تعبانه وزهقانه، وممكن يجيلك اكتئاب، وممكن يجيلك امراض. لا انا مش ناقصه. وهتبقي مدمنه دايت. ها؟ هتبقي مدمنه دايت. ركزي معايا، عايزه تخسي من غير ما تحسي وتخسي وما ترجعيش في الوزن تاني. ما تحطيش رقم في دماغك في وقت معين. طوعيني والله العظيم، ده خلاصه العلم. تعديل السلوك ونمط الحياه هو الحل النهائي عشان تخسي وما نرجعش بقى في الثلاثينات والاربعينات اللي انت بتعمليها دي. ركزي، هتنظمي وجباتك، 4 وجبات من الفطار للسحور، هتشربي ميه مع كل وجبه، هتمشي قبل الفطار على قد ما تقدري ويبقى خلال الساعه اللي قبل الفطار، وبعدها ما تحطيش في دماغك رقم. هتلاقي نفسك بعد رمضان فراشه من غير ارقام. هتبقي فراشه من غير ارقام. وسيبك من المتابعين اللي بيقلسوا عليكي، مالكيش دعوه بيهم. ها؟ ماشي. ركزي. اوكي.